تكمل الفراغ بالكلمات التالية: كثيرة، القط، قطة، غريبا، التكاثر. عند اقتراب وقت نقاط تقوم القطة بحركات، وعندما يراها يموء مواء ويقترب من أليس هذا درسا جنسيا موجها لمستوى الثاني ابتدائي في جيلكم الثاني؟ القضية برمتها ليست في صورة ظهر صباح، ولكن في صوت الصباح، لأنه بالتزامن مع الجريمة الكبيرة التي اقترفتها المعلمة في حق العلم الغبريطي ودروس القطط المتناكحة، كانت مديرة تربية ولاية غليزان تعفس على اللغة وعلى التواريخ والتاريخ في حد ذاته، وذلك خلال دخول مدرسي على طريقة مسبح جيدا 20 قوت. بماذا يذكرنا هذا التاريخ؟ التلفزة داروا لنا ريبورتاج، داروا لنا في الجورنال، داروا لنا مسرحيات، داروا لنا اناشيد وطنيه. يوم 20 قوت، نعم هذه وطنيه. هذه انه يوم المجاهد، يوم المجاهد هو 20 قوت. يذكرنا بالهجومات على الشمال القسطنطيني، ويذكرنا يعني ايضا بمؤتمر الصومال. 20 قوت 55 يوم استشهاد زوج يوسف. كيفاه؟ الله يصفر وجهك ان شاء الله. طبعا في هذه الحالة، حالة مديرة التربية لولاية غليزان المديرة وللمديرة الحق في أن تصور التلاميذ باسم الوطنية والتاريخ، وأن تبرح لهم بتلك الصورة البائسة والمبتذلة. الأهم من ذلك أن تغير تاريخ استشهاد البطل زيغود يوسف من 23 سبتمبر 56 إلى 20 أوت 55. وما كان حتى واحد هدر، ما كاش مشكلة. بإمكانهم تغيير التاريخ والجغرافيا وحتى الرياضيات للوصول إلى جيل 1 زائد 1 كم يساوي. تغبرط ودرس ودرس كما تشاء. هذا هو الفرق بين الصورة القانونية لمديرات الواي واي وهن يدرسن ويرافعن على طريقة كمال الأجسام، وبين لغة المعلمة صباح الممنوعة. صوتك خشن ومزعج يا صباح. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا للقلب تلالا. لا لا نروي الناس بمالا، نرضاه لنا حالا، ذاك جمالنا يسمو وتعالى. لما تكون أشياء جميلة ولما تكون أشياء هادفة وعندها قيمتها نحاربها تحت وطأة القانون، ونبحث عن الثغرة وإن كانت بحجم خرم الإبرة. الآن فهمنا الفرق بين واي واي تشجعه الوزيرة وتدافع عنه وتعتبره جزءا من ثقافة المجتمع الجزائري، وبين هذه المعلمة العاقة التي صدحت من الأوراس، صدحت وقالت: أعطوني مدرسة أعطيكم مجتمعا أو جيلا راقيا. طبعا الفرق واضح بين جيل صباح المرصود وجيل الواي واي المنشود. هذا هو الحال، هذا هو الحال. الجيل المنشود للأسف. الغريب في غزوة بن غبريط على الصبح أنها أرادت وأد صباح فأشرقت شموس لم يتوقعها زوخ الوشواش ولا قوم ورهب الوزراء. هذا العام سيكون لساني عربي. والرسالة لبن غبريط ومن أين؟ من كولومبيا. لقد ثبتت تهمة الأيادي الكولومبية الأجنبية. السلام عليكم، أنا مريم من كولومبيا. هذا العام سيكون لساني عربي. رسالة إلى نوريا بن غبريط في الجزائر.
Hi, my name is Mariam. I am from Colombia, and this German language will be Arabic. This is a message to Nuria bin Gabrit in Algeria. Hola, un mensaje para todos desde Colombia. Mi nombre es Mariam y este año mi idioma va a ser árabe. حتى أنت يا كولومبيا، حتى أنت. صور سيلفي لمئات الأساتذة مع التلاميذ تضامنا مع صباح بن غبريط ورطت نفسها في قضية خاسرة. هل هناك خسارة أكبر من تغطية الشمس بالغربال؟ هل هنالك خسارة؟ بن غبريط لم تغضبها أو تصعقها قضية التصوير داخل القسم، فحتى وزيرة التربية الفرنسية استفادت رسميا من غناء مدرسي مصور على مقاسها. القضية أكبر، وورطة المعلمة صباح لم تكن إلا لغة عربية قحة. تأكدت مخابر بن غبريط أنها أكبر من أن تلغيها بمخطط أو قرار غبريطي. الرسالة جاءتكم من الأوراس الأشم. وهذا العام وكل عام لساني عربي، ولغة أهل الجنة العربية وليست لغة مارساي. وسكنة مارساي يا دلالي. سكنت مارسيليا دلال، سكنت مارسيليا دلال، قراءة جماعية. نقول لك انا ارتجأت بن غبريط وامام مأزق جات تكحلها عماتها رعمنتها، لم يبقى لها الا الاستعانه